مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد، ألا تنشدون؟ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تداول معلومات كبيرة عن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، معلومات ما لا نستطيع تجاوزها، يعني لا دخان بدون نار، مواقع حتى محترمة وإخبارية، رغم أنه ما فيش حاجة رسمية. هاني نقول فيها رانا على المباشر ونقول ما كاش حاجة رسمية، ولكن حديث قوي وكبير على أن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم يغيب رسميا عن أولمبياد باريس 2024 بعد خطأ فادح تم ارتكابه من طرف الفاف، الأمانة العامة للفاف، مما أدى إلى عدم تسجيله في التصفيات القارية بالوقت المناسب. وقرعة التصفيات تسحب اليوم بالقاهرة، اسم الجزائر غير موجود. يعني حتى يتحدثون عن إقالة الأمين العام للاتحادية قصر ديل إبراهيم من منصبه وإبقائه إلى غاية الجمعية العامة للفاف. حفيظ دراجي على صفحته الرسمية لو صح الخبر فنحن يعني عدم تسجيل المنتخب النسوي في الأجال المحددة للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس، فإننا أمام مهزلة أخرى تقتضي رحيل المشرفين على البيت الكروي الجزائري. المنتخب النسوي يغيب رسميا عن الأولمبياد. يعني كلام كثير. شخصيا يا ريت يكون الخبر غير صحيح بالصح، يبدو بأنه يقترب من الصحة أكثر، وكما قلت لا دخان بدون نار، وحتى الآن لا يوجد بيان رسمي من الاتحادية عن هذا الإقصاء وهذا الخطأ. معي زميلي ياسين معلومي دائما حتى بالك يكون شح في المعلومات بالصح، ماذا بيا نسمع رايه. ياسين معلومي مساء الخير. مساء الخير قادة، شكرا على الاستضافة. يبدو بأن المعلومة غير مؤكدة بالصح، كثير من الزملاء الصحفيين والمواقع تذهب إلى صحتها. ياسين لا غير مؤكدة، لا قادة. اليوم كما يعلم الجميع جرت عملية القرعة بالقاهرة بمشاركة 25 منتخب. جروا عملية القرعة في غياب غير منتظر للمنتخب الجزائري. هذا المعلومة المؤكدة أني منذ قليل تحدثت مع أحد أعضاء المكتب الفيدرالي. أيوة. قال لي أنه صح رسميا المنتخب الجزائري يغيب عن تصفيات الألعاب الأولمبية بباريس. أوكي. قال لي أنه الاتحاد الجزائري لم يرسل يعني في الوقت المحدد يعني تسجيل المشاركة في هذه المنافسة، ولكن الحاجة المؤكدة قد أنه هذا العضو من المكتب الفيدرالي قال لي أنه لما تم انتخابهم يوم 7 جويلية قال لي يعني أنه هذه القضية كانت مقبل يعني يوم 7 جويلية، معناها محسوبة على المكتب الفيدرالي السابق. يعني لما كانت استقالة رئيس نظن شرف الدين عمارة بعد عودوا له إلى آخره، في الفترة هذيك اللي كانت محددة عملية التسجيلات. المعلومة المؤكدة قال لي أنه إلى حد الآن لم يتخذ أي قرار فيما يخص إقالة الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولكن المؤكد أنه اليوم يعني الأربعاء والخميس فيه اجتماع للمكتب الفيدرالي يعني راح يدرسوا القضيه. قال لي واللي يعني تثبت انه هو اللي ما بعثش ولا الامين العام ولا اي انسان واحد اخر، قال لي سيتم معاقبته واقالته. قال لي ولكن اليوم لحد الان واش راني نقول لك يعني المكتب الفيدرالي او الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يتخذ اي قرار ولكن المعلومه ان المنتخب النسوي لكرة القدم المنتخب الوطني تم إقصاؤه بناء على عدم تسجيله في الأجال المحددة. هذه المعلومة المؤكدة. يعني الخطأ موجود الآن، سواء هذا العضو. الخطأ موجود إلى درجة أنه قاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في شهر ديسمبر الماضي تم التعاقد مع مدرب ومساعد مدرب ومحضر بدني ومدرب للحراس، يعني تعملوا كامل التحضيرات إلى آخره، ولكن ما كانوش يعرفوا بلي أنه المنتخب الوطني ماشي مسجل. واليوم في عملية القرعة تم التأكد أنه المنتخب الوطني يعني غيابه يعني اكتشفوها اليوم في القرعة.
يعني اليوم اكتشفوها في القرعه انه المنتخب الوطني واسمه غير موجود. ربما هما كانوا مكتشفينها، ولكن يعني اليوم خرجت للعلن انه المنتخب الوطني ما يكونش موجود يعني في التصفيات. وقد مثل هذه الاخطاء البدائيه قد اليوم المكتب الفيدرالي هذا قالها ويقول قد احنا ماناش نتحملوا المسؤوليه الاخطاء السابقه، ولكن يعني حدثت في الفتره وين كانت يعني ربما بعد ربما اقصاء المنتخب الوطني من صحيح. يعني من تصفيات كاس طبعا العالم. هي كل واحد تتعرف ياسين تتعرف خير مني، كل واحد سوف يحاول نقل المسؤوليه الى طرف اخر ويبحثون عن كبش فداء، وبالتالي حتى يتجاوزون هذه المهزله، لانه فعلا مهزله حقيقيه. الذي اخطا لازم الضرب بين يد من حديد، ومش هذه هي المره الاولى وين الامانه العامه للاتحاد الجزائري تخطئ في مثل هذه القضايا. واليوم قد لو كان نبداو نجبدوا القضايا السابقه في يعني الترشح الى كاس افريقيا وقضيه ولد زميلي الى اخره. طبعا نتمنى أن يكون هنالك تبعات لهذه القضية، وكما قلت لا يتم تقديم فقط كبش فداء، وحتى وإن كان هذا العهدة أو العهدة السابقة يجب أن يحاسب المسؤولين. فزيادة على المهزلة هنالك أيضا محاولة لاستغباء الرأي العام بالقول بأنه ما كانش على بالهم أو حتى تركوها ليوم القرعة. يعطيك الصحة ياسين، شكرا جزيلا لك في انتظار التبعات. طبعا شاكر لك ياسين لأنك تدخلت رغم أن المعلومات شحيحة وقليلة. مهزلة ومن يحاسب منش عارف، هذا السؤال ربما ننقله إلى عدد آخر. بالصح مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك تضج بالكثير من الانتقادات على هذه المهزلة الجديدة في البيت الكروي وفي بيت الفاف.